عدة دول أخرى أفريقية وجدناها داخل الكتيبة، الله أعلم سبب وجودها بالداخل، لكن هذه هي موجودة وبها صور وجوازات رسمية صادرة عن الدول بسلطاتها. والى الان طبعا ما تعرفناش على اصحاب هذه الجوازات السفر. لكن المجموعه هذوما عندهم جوازات والله ما عندهمش جوازات. المجموعه هذه طبعا كانوا معهم جوازات بحكم ان هم تم جلبهم على متن الطائرات من منطقه الجنوب تحديدا من مطار باري حسب ما جاء في اقوالهم في التحقيق، ان هم حضروا من كتيبه من الجنوب، وكان يقودوهم عده من الضباط، منهم من كان من هنا ومنهم من كان من الجنوب، وجو على متن طيارتان نوع ايرباص على اكثر من مرحله. الطيارتان طبعا قاموا باكثر من رحله. نعم. حضرتك النيابه الاستاذ عندي كم احصائيه بالعدد اللي جاء مثلا في الطيارات، بالعدد المرتزق اللي جاء؟ والله هو طبعا احدهم ذكر في التحقيق ان الطائره طبعا اذا كان نحن بنحسبوها بحسب الكم اللي تقدر الطائره ان تحمله من الافراد. والطيارتين هذين كانن يحملن على اكثر من مرحله، فبالتاكيد بتكون الاعداد كبيره يعني. اما الباقي وين نقدروا نقولوا لما فروا الباقي هم؟ والله طبعا حسب ما ذكروا هم ان عندما ضاق عليهم الخناق الضباط الذين يقودون هذه الغوغائية، عندما ضاق عليهم الخناق هربوا بما لديهم من أمتعة وبعض الجنود لحمايتهم وبعض الأسلحة، وفتحوا لهم الأبواب وطلبوا منهم الهروب. فهربوا، وقام المواطنين بضبطهم بشكل سلمي وقاموا بتسليمهم للجهات أو اللجنة المنظمة لهذه الثورة الشعبية، المواطنين الليبيين. هذا اللي وافقوه. وانتم قمتم فتحتم لهم محاضر؟ قامت النيابه العامه بشكل نزيه وفي حضور محامين طوعوا بحضورهم عام والدفاع عنهم. محامين ليبيين من مدينه بنغازي مقيدين في نقابه المحامين، محامين خواص من تلقاء نفسهم حضروا معهم التحقيق، ضمنوا لهم ضمانات التحقيق، النيابه ضمنت لهم جميع ضمانات التحقيق.